بيحصل معانا كلنا يا صديقي ان في مواقف بنحسها متكرره كانها مشفوفه بالكربون. يعني بتبقى قاعد مع شخص ما، صديقك او حد قريبك، وبتحس ان المشهد ده اتكرر قبل كده، كانك قاعد قدام التلفزيون وبتشوف المشهد اكتر من مره، لكن ما تبقاش فاكر حصل امتى وازاي. عارف ليه؟ عشان لسه ما عملتش لايك. اهلا بيك يا صديقي في حلقه جديده من برنامج العراف. لو اول مره تشوفني انا عرفه، واهلا بيك في قناتي. اتمنى تشوف الفيديو وتقول لي رايك في كومنت، ولو الفيديو عجبك ما تنساش اللايك وتشترك في القناه لو كنت على يوتيوب، ولو على اي منصه ثانيه اعمل فولو عشان تتابع اللي جاي. اما لو كنت متابع قديم بقى فانت عارف انت هتعمل ايه يا صديقي. الديجافو. كلمه ديجافو يا صديقي اصلها فرنسي، معناها شوهد من قبل. الابحاث بتقول ان 2 من كل 3 اشخاص بيتعرضوا للظاهره دي، يعني تلتين البشر تقريبا يا صديقي. وبتقول كمان ان الظاهره دي بتبدا من سن 8 سنين وبتزيد لحد ما توصل لل 20 سنه، وبعدين بترجع تقل تاني. امال انا مطوله معايا لحد دلوقتي ليه؟ سنة 1876 كان أول من صاغ مصطلح ديجافو هو الفيلسوف والباحث النفسي الفرنسي إيميل بايرات، وده طبعا كان تاريخ أول مرة يتنطق فيها كلمة ديجافو. لكن الناس مروا بالتجربة دي كتير جدا قبل ما يعرفوا اسمها بمدة كبيرة جدا، وعلى مر القرون البشر اعتبروا الديجافو دليل على إيمانهم القديم بتناسخ الأرواح، ولحد دلوقتي مفيش سبب واضح لظاهرة الديجافو. لكن في بعض الأطباء وعلماء النفس افترضوا بعض الفرضيات لتفسير الظاهرة دي. حسب المركز الوطني للمعلومات التقنية الحيوية فإن ظاهرة الديجافو لا تدعو للقلق، على الرغم من إنها ممكن تصاحب نوبات الفص الصدغي، لكن ممكن تحصل برضه لاشخاص ما عندهمش اي مشاكل صحيه. الديجافو ممكن تكون وسيله بتاخدها الدماغ عشان تتاكد ان الذاكره شغاله كويس، وده اللي اكده العالم كونر في المؤتمر الدولي للذاكره في بودابست. واكد كمان ان الاشخاص اللي مرت عليهم التجربه دي الذاكره عندهم بتبقى افضل بكتير. وده ليه؟ عشان ما ننسوش يعملوا لايك للفيديو. ممكن الظاهره دي صعب جدا دراستها لانها مش بتحصل في اي وقت، وكمان صعب جدا تعرف هي ممكن تحصل امتى، وحتى لو حطوا شخص تحت الملاحظه 24 ساعه برضه صعب جدا. لكن العالم كونر هو وفريقه قدروا يوصلوا الدماغ لاقرب حاله لدراسه الديجافو. تعالى يا صديقي نعمل التجربه مع بعض وقول لي في حاجه حصلت معاك ولا لا، بس بشرط ترد عليا في التعليقات من غير ما ترجع الفيديو، يعني اجابه مباشره يا صديقي. وبعد كده لو عايز ترجعه عادي. اتفقنا؟ اتفقنا. ركز في كلامي ويلا نبدا التجربه. مخده، سرير، حلم، ليل، لحاف، مرتبه، غطا، ضلمه. قول لي بقى يا صديقي، في كلمه من اللي انا قلتهم دول بتبدأ بحرف النون؟ ها، حسيت بايه؟ يا ريت توقف الفيديو وتقول لي حسيت بايه في التعليقات دلوقتي وترجع لي تاني. ايه قاعد ليه؟ ما تنزل تقول لي حسيت بايه في التعليقات. ايه ما تقول يا ولا او يا بنت. بعد ما عملوا التجربه دي على المتطوعين سالوهم اشتركتوا في القناه ولا لا؟ سالوهم اذا كانوا سمعوا كلمه بتبدا بحرف النون ولا لا، وهنا حس معظم المتطوعين انهم سمعوا كلمه نوم، لكن الذاكره عندهم رفضت ده، ومعظمهم قال انهم مروا بالديجافو في الفتره دي. حسيت بحاجه؟ كنت عارف. اول ما بداوا البحث عن ظاهره الديجافو بجد بدا يظهر نظريات كتير بتفسر اللي بيحصل للدماغ اثناء تجربه الديجافو، وكان بعض النظريات عن الذاكره، لان الفص الصدغي الانسي مسؤول عن الذكريات طويله المدى وما يقدرش يفتكر حاجات كتير حصلت في يوم واحد. عشان كده لما بتشوف بيئه معروفه او موقف مألوف ساعتها ممكن تعمل تجارب الديجافو. ازاي ده؟ انا هقول لك. ساعتها هنعمل ريبلاي للموقف ده، لما هنعمل مواجهه للحاجه اللي حصلت قبل كده في الوقت الحاضر هيتم اعاده معالجه الذاكره، وده هيخليك تحس بالالفه للموقف ده، او بمعنى ادق هتحس بالديجافو. وفي نظريه تانية منتشره هي ان الديجافو ناتجه عن عدم تطابق التوقيت. تخيل انك كنت ماشي في الشارع وعديت من قدام محل جديد، يا دوب لمحته كده راحت جالك رساله في نفس الوقت فبصيت في التليفون ونسيت المحل ده خالص. انت ما سجلتوش بشكل كامل في الذاكره، لكن هنا تمت معالجه المعلومات على مستوى معين ولكن مش بشكل كامل. لكن لما تخلص رسالتك وتبص قدامك وتشوف المحل تاني تحس احساس غريب، وان المكان ده انا شفته قبل كده وعارفه كويس لانك عملت ده فعلا وحالا، ومع ذلك ما كانش فيه ذاكره واعيه بيه، عشان كده بيحصل الديجافو. نظريه تانية بتقول ان الديجافو ناتج عن نوبات صغيره من الصرع، ومن المعروف ان الاشخاص المصابين بالصرع عندهم نوبات ديجافو متكرره، فممكن يكون سبب الديجافو عند الاشخاص الغير مصابين بالصرع هو نوع من النشاط الشبيه بالنوبه بيختل فيها الدماغ شويه صغيرين فبيسبب احساس الديجافو. وده بيتناسب تماما مع حقيقه المراهقين والشباب اللي بيعانوا من الديجافو بشكل متكرر واكتر من كبار السن، لان في السن ده بتبقى فيه مشتتات كتير والدماغ بتبقى مشغوله في تثبيت المشتتات دي واعاده الاتصال بالنفس، وده بيخلي فرص حدوث مواطن الخلل اعلى فتحصل ظاهره الديجافو. وسبب اخير وهو تاخير الانتقال العصبي، هو بيبقى تاخير لمده جزء من الثانيه في نقل المعلومات من جزء في المخ لجزء تاني. على سبيل المثال لو جزء في الدماغ ارسل بعض المعلومات لجزء تاني في الدماغ برضه وتاخر جزء من الثانيه بس، فالتاخير في النقل ده بيخلي المعلومه توصل مرتين، وده بيخلي الشخص ده يحس ان المعلومه دي حصلت قبل كده، يعني برضه ديجافو. على الرغم من عدم تحديد احد اسباب الديجافو لحد دلوقتي، لكن العلماء بداوا فعلا يشتغلوا على الظاهره دي، وفي ابحاث كتير جدا بتتعمل دلوقتي عن الديجافو. قول لي بقى يا صديقي ايه رايك وحصلت معاك الظاهره دي ولا لا؟ شفتني وانا بطلع لساني في حرف الظا؟
واد مثقف انا. ما تنساش يا صديقي ان ده مجهود اتعمل عشانك، عشان يوصل لك المعلومه دي، فما تبخلش علينا بلايك وكومنت وشير عشان المعلومه توصل لغيرك. ولو كنت على اليوتيوب اشترك في القناه وفعل زر الجرس، ولو كنت على اي منصه تانية اعمل فولو وحطني في المفضله عشان تتابع اللي جاي. انا علاء عرفه وبس كده.